أعزائنا الزمهلاوية في كل مكان، أهلا بيكم وفيديو جديد في قناتكم الزمهلاوي. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونضغط لايك للفيديو. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس. هنتكلم النهاردة عن إشاعتين طلعوا على كولر ومحمد شريف. إشاعتين طلعوا على كولر ومحمد شريف. اتقال إن كولر بيشترط علشان يجدد كمان سنة مع النادي الأهلي انه يكتب شرط جزائي وانه يمشي وقت ما يحب. طبعا كولر عقده ينتهي مع النادي الاهلي صيف 2024، فالنادي الاهلي وقع معاه سنه او في طريقه لتوقيع سنه وخلاص بيخلص كمان معاه انه ينتهي عقده في صيف 25. الاشاعات طلعت ان كولر طالب انه يكتب شرط جزائي ان امشي وقت ما احب وما ادفعش ولا جنيه. يعني ساعه ما يوقع طبعا هيلغي العقد القديم ويبدا عقد جديد بسنتين. اول ما وقع كده وجالي عقد او جالي حاجه احسن او اعلى في ثانيه اروح ماشي وما ادفعش ولا جنيه. طبعا دي اشاعه، الكلام ده مش حقيقي، دي اشاعات طالعه على كولر وعلى النادي الاهلي والكلام ده مش صح. كولر خلاص بيحط الرتوش الاخيره لتجديد لمده سنه جديده. الاشاعه الثانيه طالعه على محمد شريف. محمد شريف قال بيشترط انه عشان يجدد للنادي الاهلي او يستمر في النادي الاهلي انه يلعب اساسي. مفيش حاجه كده في الدنيا. هو مين اللي يقدر يشترط هتشترط على المدرب ولا على الاداره ولا على مين انك تلعب اساسي؟ مفيش الكلام ده. دي كلها اشاعات غير صحيحه بالمره. محمد شريف ما اشترطش الكلام ده. كمان خالد بيبو طلع قال مفيش اي عقود لمحمد شريف. هو يقصد مفيش عقود رسميه، لكن في كلام شافه بين محمد شريف او ما تعرفش بقى يعني محمد شريف بيقول كده ولا فعلا النادي الخليجي السعودي كلمه ولا الدنيا ماشيه ازاي. لكن اللي اقدر اقوله لك ان محمد شريف ما اشترطش ان انا العب اساسي علشان اوقع، ما اشترطش، والكلام ده اشاعه مغرضه. الخبر اللي بعد كده غرامه جت على نادي الزمالك تاني من الفيفا، 32,000 دولار لدانيال ألفيس مساعد فيريرا. 32. وتتوالى الضربات وتتوالى الازمات ويتوالى نادي الزمالك عايزين نادي الزمالك يطلع لكن الازمات بتتوالى. ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ هو في ايه؟ غرامه جديده 32,000 دولار، هي سهله شويه عن 1,800,000 ولا مليون وي. فدي ازمه من ازمات نادي الزمالك الجديده، غرامه جديده من الفيفا. الخبر اللي معانا بعد كده اشرف بن شرقي خلاص وقع لنادي بيراميدز لمده 3 سنين ب3 مليون دولار. خلاص فسخ عقده مع نادي الجزيره الاماراتي. طبعا كان عاوز يرجع نادي الزمالك، لكن بالمنظر اللي نادي الزمالك فيه الزمالك مش هيقدر يوفي اي حاجه. فاشرف بن شرقي خلاص حط الرتوش وخلاص وقع وبيصور البرومو علشان ينزل البرومو كاعلان رسمي عن توقيعه لنادي بيراميدز. الحقيقه نادي بيراميدز داخل بصفقات ناريه. يعني الدوري اللي جاي ده 23-24 هيبقى دوري ساخن جدا جدا جدا. وده يقودنا الى وليد الفراج الصحفي السعودي او الاعلامي السعودي لما اتكلم على الدوري المصري وقال ان الديربي المصري بين الاهلي والزمالك مش اقوى حاجه، وقلل من الديربي المصري وقال ان فيه ديربيات اعلى من كده. واحنا بنطالب الاستاذ وليد فراج انه يعتذر عن كلامه ده. انا معرفش هو بيردها لاحمد شوبير علشان احمد شوبير قال ايه النصر، يعني هو ده مش صح وده مش صح. لكن لازم على الاستاذ وليد الفراج انه يعرف قيمه الدوري المصري والديربي المصري كويس. يعني هقول لك ذاكر اكيد انت بذاكر، هقول لك دور اكيد انت مدور، هقول لك اعرف اكيد انت عارف، هقول لك تابع اكيد انت متابع. فالكلام ده ملوش لازمه انه يتقال خالص لانه كلام مش صحيح بالمره. يعني الاستاذ وليد فراج ملوش حق، زله لسان. معرفش زي ما قلت لك بيردها لشوبير ولا ايه. الخبر اللي بعد كده الاهلي هيبدا الموسم الجديد في 15/9 بلقاء السوبر المصري لقاء السوبر الافريقي المصري. لقاء السوبر الافريقي في 15 سبتمبر القادم بين الاهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا وبين اتحاد العاصمه الجزائري بطل الكونفدراليه. اللقاء هيقام فين؟ في السعوديه. على ملعب ايه؟ على ملعب الملك فهد في الطائف. الملعب اللي الزمالك كان بيلعب عليه بطولات او البطوله العربيه. يعني الاهلي هيبدا الموسم الجديد ببطوله السوبر الافريقي. طبعا الاهلي مستعد لها. الاهلي ما بيفوتش اي بطوله.
الاهلي بيدخل اي بطوله ما بيسيبهاش. فانا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي المصري انه يحصل على بطوله السوبر الافريقي في 15/9 اللي جاي، ويضمها لدولاب بطولات النادي الاهلي. شكرا ليكم، ودي كانت اخبارنا النهارده. ما تنساش اللايك والمتابعه وتفعل الجرس وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، عشان يوصلك كل جديد مننا. السلام عليكم.